زي خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بايدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. داخل مركز شبان المسلمين العالمية شارع رمسيس وملتقى الأدب المصري والشاعر الكبير الأستاذ محمد المصري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بالمركز. النهارده في ملتقى احنا ضيوف شرف صالون ضيوف شرف في ملتقى أدب هيئة الشبان العالمية. زي ما أنت سامع كده النجمة شغالة وفي ما شاء الله. يعني صراحة صالون أرض الذهب عامل شغل رائع جدا. حضرتك والدكتورة ميرفت يعني عاملين شغل جامد جدا ما شاء الله. يعني أتمنى لكم التوفيق. عايزين نعرف حضرتك هتقول إيه النهارده؟ أنا محضر قصيدة النهارده في حب مصر طبعا، وفي قصيدة ثانية هتبقى عاطفية إن شاء الله. هي مفاجأة. احنا عايزين نسمع بقى في راديو صوت الجديد وجريدة بوابة عاجل مصر، عايزين نسمع المفاجأة أولا. خلينا بقى لما ندخل القاعة. هي عامة قصيدة اسمها مكملة في طيب ممكن تقول لنا الشارع عن حب مصر؟ عايزين نقول بنحبها. أنا هلبس النضارة بقى ونقول بنحبها. مين اللي ما يحبش بلد سحر الجمال فيها اتولد؟ جه التاريخ جه والتاريخ جه بعدها على كتفها مال والسند. طبعا أكيد بنحبها، عاشقين لنيلها وشمسها، والحد قال لك غير كده ده لا مننا ولا منها. ده حلم صعب نأوله، ده الحب أخره وأوله، وكل مصري هتسأله هيقول لك حبيبتي للأبد. في بلاد تسمع عنها، وفي بلاد لما تسمع اسمها ما يقولش نفسي أروح لها، ويا أولياء الله مدد مصر وهواها في دمنا، ولا غيرها حضن يضمنا عن حضنها، ملناش غنى عنها، هي الأمان هي السند. الله عليك الله عليك الله عليك. فعلا مصر هي الأمان، هي السند، هي الحضن الدافي لكل مصري كبير وصغير، فتاة ورجل، فتاة وشاب، رجل وشيخ، الجميع في حب مصر، في عشق مصر، مع شاعرنا الجميل الأستاذ محمد المصري المستشار الإعلامي لصالون أرض الذهب جريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجديد. بشكر حضرتك يا فندم. كان معكم دكتور مجدي الناصر. شكرا.